العقم، يعني ايه عقم وامتى اصلا نوصف الحاله بالعقم؟ العقم ده من الحاجات اللي معناها استحاله حدوث حمل، لان ده الوصف الطبي بتاعها، ان الحالات اللي لسه عندهم فرص حمل حتى لو 1% ما ينفعش نوصفها بالعقيم. العقم ده من اللي هو بيبقى عند السيدات وعند الرجاله. العقم عند الرجاله اللي هي الحالات اللي خلاص اللي ما بتنتجش حيوانات منويه، واتعمل تحليل انسجه للخصيه طلع ان الخلايا الام نفسها مش موجوده، فثبت بالطب ان هو استحاله ان الخصيه دي هتطلع حيوانات منويه. فالذكور اللي عندهم المشكله ديت بيتوصفوا بوصف العقم. برضه نفس الكلام عند السيدات اللي عندهم مشكله في الاباضه، التبويض بتاعهم وقف ووصلوا لسن الياس، سواء حصل فشل مبكر في المبيض او حصل فشل في المبيض بسبب بلوغ سن الياس، ده برضو من الحالات اللي بنسميها بالعقم. الحالات اللي تتوصف بالعقم حرام نحاول معاهم اي محاولات حمل طبيعي او حتى بالحقن المجاري، لان دول ربنا وصفهم في الكتاب ان هم بالعقيم اللي ديت استحاله حدوث حمل طبيعي. ما عدا ذلك حتى لو مخزون ضعيف، حتى لو في ندره في الحيوانات المنويه، حتى لو الحيوانات المنويه زيرو بس الخلايا الام موجوده وبناخد عينه من الخصيه نلاقي، فدولت كلهم ما ينفعش يتوصفوا بوصف العقم. دي حالات تاخر حمل او حالات ضعف اباضه بس مش حالات عقم. فبالتالي الحالات اللي تتوصف بالعقم محدوده جدا وقليله جدا، مرتبطه عند الرجاله بانعدام الحيوانات المنويه مع غياب الخلايا الام، ومرتبطه بالستات بانعدام التبويض مع انقطاع الدوره الشهريه.